السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، وده قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش المحشي بالكنافة. حاجة كده اخر جمال. عايزة اقول لكم طريقة تشكيله سهلة جدا جدا، وهنعمله دفعة واحدة، يعني مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود. يعني هترصي الجلاش المحشي بالكنافة وتقطعيه كله مرة واحدة. هيطلع معاكي قطع كده زي ما انت شايفة، مورقة وهشة وخفيفة كده ودايبة دوبان. وكمان هنحشيه بالكنافة والمكسرات الاتنين مع بعض. والمكسرات زي ما انتوا شايفين كده جاية بين كل الطبقات. هنعرف ازاي نجيبها كده بين كل الطبقات بطريقة سهلة وبسيطة خالص. والكنافة متحمرة كويس جدا زي الجلاش بالظبط. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. واول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات او السيرب او الشيرة. هنحط كده كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية. هغطي بقى حلة الشربات وارفعها على النار، علشان الشربات ما يسكرش معايا، لأن أثناء الغلية رذاذ السكر بيتكون على جدران الحلة، فالبخار هيخسر رذاذ السكر ده، بالتالي الشربات عمره ما يسكر معاكي. علشان كده من الأفضل إن انت تغطي الحلة. أول ما الشربات بيغلي كده والسكر بيدوب، بعصر عصرة من الليمون واغطي على حلة الشربات، واسيبه بقى يغلي كده لمدة 12 دقيقة، علشان أنا محتاجة شربات تقيل النهاردة. دلوقتي بقى هنعمل إيه؟ معايا كده ربع كيلو من الكنافة دي أنا مفرزاها ولسه مطلعاها من الفريزر. بطلعها كده على طول زي ما انتوا شايفين، وبفركها كده بين ايديا، بتنفرك وتنعم معايا بكل سهولة. لو انت جايبه الكنافه طازه عادي جدا، تقدري بقى تجيبيها وتقصقصيها كده بالمقص او تفرميها في الكبه، اهم حاجه تبقى ناعمه معايا بالشكل ده. اول ما فركتها كده وبقت ناعمه معايا، هضيف بقى عليها كده ايه، معلقتين كبار من السمنه. دي سمنه سايحه يا جماعه، معلقتين كبار او ربع كوبايه كده من السمنه. ودلوقتي بقى هقلب الكنافه كده مع السمنه لغايه لما تتشرب السمنه كلها. انت بقى في الخطوه دي عندك اختيار من الاتنين، يا اما تاخديها كده على البوتاجاز وتحمريها على عين البوتاجاز، يا اما تعملي زي كده وتحطيها في الصاج وتدخليها الفرن. بس طبعا مش بتدخليها الفرن بقى وتسيبيها، لا، بتدنك واقفه جنبها، وكل شويه تفتحي الفرن وتقلبيها بقى لغايه لما تتحمر معاكي وتاخد اللون الذهبي الخفيف. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي. يعني مش تحمريها على الاخر، انا عايزاها كده نص تحميره، لان هتكمل سواها كده مع الجلاش وهي بتستوي. شايفين؟ اول ما خدت اللون الاشقر ده، طلعتها على طول من الفرن. بتشغليه على درجه حراره كام؟ بتشغليه على درجه حراره 200. بس اهم حاجه زي ما قلتلك، ما تمشيش وتسيبيها، علشان ما تتحرقش منك او تتلسع. وطبعا الكنافه اول ما بتطلع من الفرن بنفضيها في حاجه تانية علشان سخونيه الصاج ما تلسعهاش. تعالوا بقى نشوف الخطوه الاخيره. معايا كده لفه من الجلاش زي ما انتم شايفين. انا النهارده ان شاء الله هستخدم كيلو من الجلاش، دي اول لفه معايا، وفي لفه مركونه على جنب. طبعا انت بقى لو حابه تعملي نص المقدار زي ما انت حابه هتستخدمي نص المقادير. انا النهارده ان شاء الله زي ما قلت لكم كده هستخدم كيلو من الجلاش، وهجيبه من عند الفطاطري، وده علشان خاطر ورق الجلاش يطلع معانا رقيق كده زي ما انت شايفه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الماده الدهنيه اللي هنورق بيها الجلاش. معايا كده كوبايه الا ربع من السمنه، حطيت عليها كده ربع كوبايه من الزيت. ولو حابه تستخدمي الكميه كلها سمنه زي ما انت حابه، انما ما ينفعش نستخدم الكميه كلها زيت. ودلوقتي بقى تعالوا نبدا كده في تشكيل الجلاش. معايا كده اول ورقه زي ما انتم شايفين، هدهنها بقى بالماده الدهنيه اللي هي سمنه على زيت. اهم حاجه ما اسيبش حته في الورقه الا لما ادهنها كويس. وبعد ما دهنت الورقه الاولانيه، هجيب ورقه كده زيها وابتدي احطها عليها. اهم حاجه تخلي الاطراف كلها جايه على بعضيها. بعد كده بقى همسك برضو الورقه التانيه بنفس الطريقه وادهنها كده برضو بالماده الدهنيه. وبعد كده برضو هجيب ورقه تالته واحطها عليها. يبقى كده احنا استخدمنا 3 ورقات قبل ما هحط المكسرات. تالت ورقه برضو بتدهنيها، وبعد كده بقى بتكوني مجهزه المكسرات جنبك. انا النهارده هستخدم السوداني او الكاوكاو. انت بقى لو حابه تستخدمي اي نوع مكسرات زي ما انت حابه. اهم حاجه بقى نوع المكسرات اللي هتستخدميه يكون مجروش كده ومتحمص، يعني تكسريه كده بظهر كوبايه او تفرميه في الكبه. ودلوقتي بقى ركزوا معايا علشان مش تتوهوا مني. انا دلوقتي كده حطيت 3 ورقات، وبعد ما دهنتهم كده بالسمنه، هبتدي بقى اجيب المكسرات وارشها كده على تالت ورقه. رشيها بقى على الورقه كده من اولها لاخرها، علشان المكسرات تيجي بين كل الرقات وبعضيها. ودلوقتي هنفهم مع بعض ازاي. بعد ما رشيت المكسرات يا جماعه، ابتديت بقى اجيب اول ورقه كده بعد المكسرات،
وهدهنها برضو كده بنفس الطريقة من كل حتة. وبعد ما دهنتها هبتدي بقى اجيب ورقة وراها كده. خلاص دي اخر ورقة معايا. يبقى كده احنا استخدمنا كام ورقة؟ استخدمنا كده 5 ورقات لكل لفة. حطينا الاول 3 ورقات، وبعد كده بقى حطينا السوداني، وبعد كده رجعنا حطينا ورقتين كمان. هبتدي بقى اجيب الكنافة كده في الورقة الاخيرة، وهسيب كده حوالي 5 سنتي، وهبتدي بقى احط الكنافة. طبعا في المرحلة دي الكنافة متحمرة كده معايا نص تحميرة. هبتدي بقى اوزعها كده زي ما انتوا شايفين على الورقة كده كلها من اولها لاخرها. اهم حاجة تسيب الاطراف كده ما يكونش عليها كنافة، بحيث بقى لما تيجي تلف الرول زي ما هنفهم مع بعض دلوقتي الكنافة ما تقعش كده من الاطراف. شايفين انا سبت كده حوالي صباع من هنا ومن هنا، وبعد كده بقى لفيت كده الرول زي ما انتوا شايفين. وفي نفس الوقت علشان لو حبيتي تقصري الورق كده من هنا او من هنا يبقى مش فيه كنافة، لان طبعا الصاج عندي مش هيجيب الرول كله على بعضه. وده طبعا انا ما اكتشفتوش الا لما جيت احطها في الصاج. انت تقدري تظبطي ورق الجلاش بالمقص كده قبل ما تورقيه بالسمنه خالص. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين انا جبت الصاج كده ودهنته كده دهنه من السمنه، وبعد كده بقى هبتدي انقل في الرول. هعمل بقى الرولات كلها كده بنفس الطريقه. ده الرول التاني معايا زي ما انتوا شايفين، هعمله بقى بنفس الطريقه اللي عملت بيها الرول الاولاني. حطيت 3 ورقات، وبعد كده المكسرات، وبعد كده حطيت ورقتين، وبعد كده الكنافه. اخر طبقه معايا اللي انا حطيت عليها الكنافه دي هلفها بقى كده على شكل رول، وهنقلها كده في الصاج بنفس الطريقه. الزقي بقى الرولات كده ببعضيها، مش تقلقي خالص. الصاج اللي انا استخدمته النهارده يا جماعه صاج 30 في 40. هياخد معايا كده كام رول؟ هياخد معايا كده 4 رولات. 4 رولات او 4 لفات من دول. ودلوقتي بقى انا وصلت كده للرول الاخير، علشان مش هطول عليكم مده الفيديو. هنقله بقى في الصاج كده بنفس الطريقه، وزي ما انتم ملاحظين الرولات كلها لازقه ببعضيها. دلوقتي بقى هجيب السكينه كده واعمل بقى شكل 7 و8 بنفس الطريقه دي. واكيد واخدين بالكم ان الرولين الاخاره انا مضيقاهم كده شويه، يعني وانت بتلفي الرول حاولي تضيقي اللفه كده في الرولين الاخاره لو انت هتستخدمي نفس الصاج. وطبعا وانت بتقطعي ورق الجلاش بتقطعي لغايه لما توصلي كده الصاج من تحت، يعني قطعي القطعه كده كلها من فوق لتحت. هقطع بقى الصاج كله كده بالشكل دوت. وبعد كده بقى هجيب السمنه اللي باقيه معايا، وهبتدي بقى ادهن وش الصاج. وفي المرحله دي بكون مسخنه الفرن قبلها كده ب10 دقايق، وبعد كده بقى بدخل الصاج في الرف الوسطاني. وده علشان خاطر الجلاش يستوي كده على نار متوسطه ويتحمر كويس جدا جدا، والطبقات بتاعته تتحمر وتبقى دايبه معاكي. وطبعا علشان تاخدي لون حلو لف الصاج كده كل شويه على الاتجاه التاني. وده كان شكل الصاج يا جماعه جوه الفرن زي ما انتم شايفين. اول ما الرولات بتخش كده جوه الفرن بتنفخ معاكي كده وتقب وتبتدي بقى تورق معاكي. وده كان شكلها اول ما طلعت من الفرن معايا. طبعا بكون مجهزه الشربات والشربات بارد معايا. اول ما الصينيه بتطلع كده سخنه مولعه نار بنسقيها كده بالشربات البارد. ركزوا معايا، الصينيه بتكون سخنه والشربات بارد. وزي ما انتم ملاحظين ده شكل الشربات يا جماعه بيكون تقيل كده زي عسل النحل الخفيف. وطبعا الشربات ما بياخدش القوام التقيل ده الا بعد ما بيبرد، يعني طول ما هو على النار بيكون خفيف، اول ما بتدفع عليه وتسيبيه يبرد بيتقل معاكي بالشكل دوت. هتظبطي الشربات ازاي؟ زي ما قلت لك كده، بعد ما بتعصري عصره الليمون بتسيبي بقى الشربات كده يغلي لمده 12 دقيقه كمان، لغايه لما يعمل معاك كده رغوه بيضه، بتدفع عليه هيديك القوام التقيل ده. وده كان شكل الجلاش يا جماعه زي ما انتم شايفين. المكسرات جايه كده بين الرقات كلها وبعضيها، وطبقه الكنافه متحمره معانا كويس جدا جدا. وده علشان احنا حمرناها كده نص تحميره، فبالتالي بقى بتاخد بقى التحميره الكامله كده لما بتستوي مع الجلاش. صينيه بقى جلاش بالكنافه كده والمكسرات هترضي بيهم بقى كل الاطراف كده في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طريقه سهله وبسيطه، حتى لو اول مره تعملي الحلويات هتنجح معاك ان شاء الله من اول مره. وزي ما انتم شايفين الطريقه جميله جدا جدا، والجلاش طالع معانا كده مقرمش ودايب دوبان يا جماعه، عامل زي البقلاوه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. وبالنسبه بقى لضيوفنا الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم. بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.